في خطوة غير مسبوقة سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر. في بيان مشترك نص فيما نص عليه على عدم التزام الدوحة بمبادئ مجلس التعاون الخليجي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي. وجاء الرد القطري موضحا أن تلك الخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا خارج دول مجلس التعاون. تاريخ الخلافات بين قطر والسعودية بدأ مع منتصف التسعينيات وتولي الأمير السابق مقاليد الحكم في قطر. أخذت سياسة كل بلد تسير في اتجاه مختلف عن الآخر. تبنت السياسة القطرية دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، فيما تصدرت السعودية محور الاحتلال العربي المقابل والذي يضم مصر والأردن وبعض دول الخليج. وكان لهذا المحور موقف مغاير في القضية الفلسطينية وفي المواجهة مع إسرائيل، وتجلى الانقسام في أوضح صوره في حربي إسرائيل على لبنان وغزة في العامين 2006 و2008. في الأولى رأت السعودية ما حدث على أنه مغامرة قام بها حزب الله، وفي الحرب على غزة قاطعت قمة الدوحة التي خصصت لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. هبت رياح التغيير في العالم العربي في نهاية عام 2010، وشهد أكثر من بلد عربي ثورة شعبية اختلعت نظام الحكم فيه. وكانت السعودية وقطر على موعد جديد من الاختلاف والتباين في السياسات الخارجية. ساندت قطر التغيير الحاصل في العالم العربي، ووقفت ضد حلفائها السابقين في دمشق وطهران والضاحية الجنوبية، فيما توجست السعودية من هذه الانتفاضات الشعبية ووقفت موقف المناهض لها أو المتحفظ في بعض الأحيان. وجاءت الثورة السورية لتشكل نقطة التقاء بين البلدين، فالدوحة والرياض هما من يدعم الثورة في وجه النظام السوري وحلفائه في المنطقة. لكن ذلك لم يكن كافيا لتقريب وجهات النظر بين البلدين، رغم تأكيد الدوحة في العهد الجديد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنها تدعم الدول والحكومات لا الأحزاب والجماعات. نحن دولة وشعب ومجتمع متماسك، ولسنا حزبا سياسيا، ولهذا فنحن نسعى للحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة، كما أننا نحترم جميع التيارات السياسة المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة، ولكننا لا نحسب على تيار ضد آخر. جاء انقلاب الثالث من يوليو في مصر ليعيد الانقسام على أشده بين البلدين. أيدت السعودية ودول الخليج إقصاء الرئيس محمد مرسي ودعمت الحكم الجديد في البلاد، فيما وقفت قطر موقفا مختلفا عن بقية دول المجلس. هنأت الرئيس المؤقت الذي عينه الجيش المصري، والتزمت بالمساعدات التي أقرتها سابقا لمصر، لكنها قدمت رؤية مغايرة للخروج من الأزمة التي تسبب فيها الانقلاب. وكان هذا الأمر سببا في التباعد والاختلاف مع الرياض وأبو ظبي. تبينت نتائجه في سحب السفراء من الدوحة ودخول منظومة مجلس التعاون الخليجي في دوامة خلاف جديدة لا يعرف أين وكيف ستنتهي.